النادي الأهلي بيضم باك ليفت مصري محترف في كندا، لاعب عنده إمكانيات مبشرة على أبعد مدى، ورسميا بيجني ثمار أكاديمياته في كندا اللي أسسها للاستفادة من المواهب الشابة اللي تقدر تقدم إضافة للفريق الأول. وبما إن النادي الأهلي بعد علي معلول في صداع في مركز الباك ليفت، اللاعب ده ممكن يكون حل مثالي في المكان ده مع محمد شكري. كلام هنا عن اللاعب عمر عطية، اللاعب المصري اللي اتولد في كندا واللي يمتلك امكانيات جيده جدا. عمر مواليد 2005، عنده 20 سنه في الوقت الحالي، لاعب نادي برو ستارز اف سي الكندي، بيلعب في مركز الباك ليفت ولاعب عنده قدرات هجوميه جيده جدا، وسبق وانضم لمنتخب مصر تحت 20 سنه مع الكابتن وائل رياض اللي كان برضه معجب باللاعب. ولكن بعدها لما جه اسامه نبيه الموضوع اتغير 180 درجة. وزي ما قلت لك عمر بدأ في كندا ولعب لأكتر من نادي صغير هناك، ومنه انتقل لألمانيا، لعب لفريق اس اس في اولم، ومنه رجع لكندا مرة تانية لنادي برو ستارز اللي لعب معاه الموسم الحالي واللي بيقدم معاه مستوى جيد. الحقيقة مش هقدر اقول لك معلومات كتير عن اللاعب لانه لاعب بالنسبة لي لسه مجهول، ولكن اقدر افرجك عليه لاول مرة. الناس كلها بتتكلم ومحدش شاف اللاعب في الملعب. الحلقة دي عن اللاعب بتبين لك ازاي هو لاعب جيد او لا، انت اللي هتقيم في النهاية، ولكن قدامك لمسات اللاعب في الملعب، تحركاته وقراراته، وانت هتحكم في النهايه. انا بشوف انه لاعب عنده لمسه جيده، دقه عرضيات جيده الى حد كبير، وليه لا يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي في مركز الباك ليفت ويكون موجود مع محمد شكري الفتره اللي جايه. الحلقه مكمله ولكن مش هقدر اتكلم اكتر من كده عن اللاعب، بس العرضيه دي عجبتني جدا. لا حلو، الاوفر شكله حلو. بص القرار ده كمان بيطلع بالكرة بشكل مثالي، لاعب في الواحد على واحد جيد، بيسلم ويتحرك بشكل جيد جدا. لا هو مبشر بشكل كبير. برضه مش هقدر احلل اللاعب او اقيمه علشان ما اتفرجتش ليه على مباريات كامله، ولكن انت لو قدرت تقيم اللاعب قول لي في الكومنتات تحت هل يقدر يقدم اضافه للنادي الاهلي ولا انت شايف ايه. هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها سكاوت اي كيو او اللي اسمها الطوفان. بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير. سلام.